طبعا يا جماعة بعيد جدا عن كرة القدم يا جماعة. الصربي نوفاك جيكوفيتش يا جماعة يحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس بالنسبة لكرة التنس يا جماعة بالتغلب على الإسباني الكاراس. منو اللي مننا ما يعرف نوفاك جيكوفيتش؟ يعني زي ما نحن عندنا ميسي، ليونيل ميسي الجود في كرة القدم، في نوفاك جوكوفيتش هو ميسي في عالم التنس، يعني الجود في عالم التنس. كان في صراع كبير جدا بين نوفاك جوكوفيتش ونادال وفيدرير ونجوم كده، لكن يا جماعة نوفاك جوكوفيتش أنا باعتباري يا جماعة هو الجود في عالم التنس. في الأخير يا جماعة الأولمبياد تنصف يا جماعة نوفاك جوكوفيتش. كان اللقب الوحيد اللي ينقص نوفاك جوكوفيتش عشان يحقق كل الأرقام اللي ممكنة في تاريخ التنس. طبعا يا جماعة أفضل أو أكثر لاعب يا جماعة فاز بأفضل رياضي في العالم هو نوفاك جوكوفيتش. أكثر من فاز بجوائز الجراند سلام، واللي ما بيعرف الجراند سلام يا جماعة هو البطولات الكبرى، بطولة مثلا فرنسا المفتوحة، طبعا أمريكا المفتوحة، أستراليا المفتوحة كده. طبعا يا جماعة أنا ليه اتكلمت في النقطة دي بالذات في المباراة دي وفي التنس، يعني برغم إنه الأولمبياد فيه رياضات كثيرة جدا، لكن اتكلمت عن الحته ده لانه في تشابه يا جماعه في التنافس بين جيكوفيتش ورافائيل نادال وبين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وسبحان الله شوف عشان شوف الحاجه دي جات كده، الحاجه يعني مش ابعد من كده، انه يا جماعه رافائيل نادال من محبي كريستيانو رونالدو وجيكوفيتش من محبي ليونيل ميسي. شفت الحاجه ده كيف يا حمدون؟ حتى نحن في عالم التنس في رياضه ثانيه نحن متفوقين عليه. جيكوفيتش اكثر من فاز بالبطولات الكبرى واكثر رياضي فاز بالهناي، يعني هو الجود في عالم التنس. والخلاني اتكلم عن الحاجه دي اكثر المسيره اللي النهائيه المتشابهه كبير بين ليونيل ميسي وبين جيكوفيتش. يعني ليونيل ميسي عانى كثيرا عشان يحقق كاس العالم، كم من خسائر وكم سنين وصل الى النهائيات، لكن بعمر 36 قدر يا جماعه يفوز بكاس العالم. نفس مسيره جيكوفيتش في الاولمبياد يا جماعه. عانى كثير جيكوفيتش في الاولمبياد كذا مره، طبعا يشارك في الاولمبياد وما يحقق البطوله، لكن بعمر 37 ابتسمت للاولمبياد وفاز بالبطوله. ربما مسيره يا جماعه تشبه مسيره ليونيل ميسي في كره القدم. وبكده نقول انه يا جماعه حمدون نحن مكان ما تمش تلقى اللي بيشجع ليونيل ميسي هو الاقوى وهو الافضل وهو الكبير.